ونبدأ قصتنا في 23 مارس إن شاء الله after 2 hours we landing at the Hong Kong. وهذه الطيارة يا جماعة الخير الإيرباص كانت رايحة من موسكو إلى هونغ كونغ، مع إنه الطيارة هي أأمن وسيلة نقل يا عزيزي المتابع. أنت متخيل إنك تسافر في طيارة أأمن لك من إنك تسافر سيارة، بس للأسف الطيارة في وسط رحلتها سوت كيف سوت أكيد في شيء. وربي دحين تغيرت نظرتي، وربي تغيرت. عشان كذا ومن هنا انتهت مسيرة أعظم طيار في موسكو. بس نرجع من البداية وأعلمك إيش قاعد أسوي بالضبط. في كل يوم قاعد أسوي شيء مختلف، لأني في سلسلة عشوائية مدتها 30 يوم، ولازم إني في كل يوم أصور مقطع، ولو يمر يوم ما أصور مقطع أنا أحس نفسي ضايع. بس مقطع اليوم مرة غير، وخليك صامل على الكلمة ذي. ونبدأ قصتنا في 23 مارس 1994، يعني قبل ما أولد أنا وتولد أنت. وحاول إنه أي رحلة رقمها 593 لا تركبها، حط رجلك. إن شاء الله after 2 hours we landing at the Hong Kong. thank you. الرحلة 593. بقى في راسي سؤال واحد حول هذه الرحلة: كيف الكابتن قدر يتخلى عن حياة 75 شخص؟ والمصيبة دانيلوف عمره 40 سنة وعنده 9500 ساعة طيران، وما ننسى بسكاريف مساعد الطيار وعنده 5000 ساعة طيران، ولا ننسى طيار الإغاثة عنده 8000 ساعة طيران، وكل هالساعات وقدرت تحطم الطيارة. يعني أي أحد يقدر يسوق طيارة ولا إيش؟ وعشان تكون كابتن طيارة لهذه الرحلة يحتاج منك تدرس سنين، لأنها رحلة دولية من موسكو إلى هونغ كونغ. إيش الاسم الصعب؟ غيروا اسم الدولة، غيروه. بس تخيل معاي عزيزي المتابع، وعشان تصير طيار والله الموضوع مرة ما هو سهل، يبغى لك دراسة وتكوع فلوس. تعرف فلوس مرة كثير تطلع منك. لما أقول لك فلوس أنا ما أقصد 20,000 30,000. أنت متى راح تتعلم تسوق كرسيدة؟ أنت رايح تسوق طيارة، وعشان تسوق طيارة بداية عندك بالطيارات الصغار اللي لها مراوح، وبعده طيران خاص عشان لما أنا اشتري طيارة أجيبك توصلني مشاويري بالطيارة. والنقطة الثالثة عشان تصير طيار: رخصة تجارية. الرخصة التجارية بمعنى انك تطلع رخصة تجارية وتشتغل عند شركات الخطوط. وعلى فكرة ترى الطيار عنده شخطتين 3. الاولى اللي يتعلم فيها ويقعد مدري حقته ايه، اما الثانية وهي انا فاهمها ولعبتي طيار خاص، اما الثالثة هي اللي غيرت نظرة اليوم عن كل الطيارات. انت طبقت ال3 شروط هذه وحصلت على الرخصة، وطول الفترة هذيك انت قاعد تتعلم لاندنج، رانواي 2 3. أول حاجة قبل ما تقلع بالطيارة أنت لازم تتعلم مبادئ السلام، وبعدين تبدأ تتعلم كيف تشغل الطيارة، وبعدين تبدأ تتعلم كيف تقلع. طبعا بعد ما عرفت الأزارير ذي كلها، لأنك لو أقلعت وأنت بتعرف الأزارير هذه حطيه على أقرب بيت، تلاقي عائلة مسكينة قاعدة تتغدى وأنت عليهم جايب الطيارة. بعد ما تعلمت السيفتي وعرفت الأزارير، عندك النكست اللي هي أول شيء إنك تطلع على الرانوي، ومن الرانوي تقلع بالطيارة. والإقلاع أبدا مو سهل، انت محصور بسرعة 160. واذا في طيار يصحح لي المعلومة هذه، بتسألني ابو وافي من فين لك هذه المعلومة؟ انا ماني طيار، بس المعلومة كنز المعلومة انك تغتني معلومة وتاخذها في راسك تقدر توديها في كل مكان معاك في العالم. جاءت اللحظة اللي معاك المدرب وقال لك يلا اسمعني يا ابن الناس، انا ابغاك تطلع على المدرج رقم كذا 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 وتقلع من المدرج هذاك كذا كذا كذا. انت ايش حتسوي؟ اخذت منه التعليمات واخذت كل شيء. تبدا والله هو يبغاني اطلع على الرانوي كذا كذا كذا، ابلغ البرج فروم مثلا اسم الطياره حقتنا محسن فلاي، يلا فروم محسن فلاي تو ايربورت جده. اتكلم مع مطار جده انه انا ابغى تشوفوا لي مدرج اطلع عليه، واطلع على المدرج هذا. خلاص انا طلعت على الرانوي. اول ما اطلع عن الرانوي اخذ تعليمات انه ذا رانوي از كلين، بمعنى انه المدرج هذا فاضي وجاهز للإقلاع. أول ما أعطيهم الأوكي إنه خلاص أنا ريدي تو تيك أوف يعني أقلع، خلاص احنا في الجد ما عاد في طالعين. بدأت تسحب السبيد والطيارة ماشية 30 40 50 60. في المكان هذا المفروض تكون سرعتك على 160، ولازم تكون عندك معلومات الريح من وين جاية ومن وين داخلة
وكم اليوم درجة الرطوبة، وكم أشياء مرة كثيرة. غير إنك تقلع بالطيارة لازم تعرف البيئة اللي حولك والطقس وكل شيء. ما علينا في هذا كله، أنت كذا تعلمت وخلصت. أما الثانية الخاص خلصت منها، والثالثة اللي هي التجارية، أنت وصلت للمرحلة التجارية. المرحلة التجارية هذه خلاص معناته أنت بتصير معك ركاب وحتسافر فيهم. انت كم راكب معاك يا ترى؟ كم عددهم اللي بيركبوا معاك في الطيارة؟ وانت كيف شعورك وانت بتقلع وبتنزل وانت معاك ركاب مرة كثير؟ انت مستعد لهذه اللحظة؟ مستعد لهذه المسؤولية؟ الطيار التجاري هذا جدا مغامر عزيزي المتابع، وصدقني هذا الطيار سوى شيء للتاريخ يذكر. شوف من عام 1994 الى دحين القصة تذكر، وفعلا صار شيء مأساوي لطيارة اير فلوت. شافت شيء طول حياتها الطيارة ذيك بتقلع معاه ناس رايحة جاية، بس هذاك اليوم كان للأسف آخر يوم للركاب اللي في الطيارة والكابتن والكل اللي في الطيارة. حتى الطيارة المسكينة ذاك اليوم خلاص. وبعد ما أقلعت الرحلة من موسكو والناس قالت خلاص احنا رايحين دحين لهونغ كونغ، نبدأ نروح نشتري فقرات ونجهز كاميراتنا فلوقات نستعد للوصول. بس للأسف الطيارة في وسط رحلتها سوت كيف سوت اكيد في شيء. وربي قتلوه. هل الطيارة عطلانة؟ ابغى اقول لك لا. هل الطيارة فيها مشكلة كانت قبل كذا؟ لا. هل دخلت حمامة في المحرك؟ لا. هل الطيارة ولعت حريقة من جوا؟ لا. كانت مصيبة كبيرة أكبر من كذا. لما تدرس طيران يعلموك إنه قمرة القيادة ما يخشها غيرك أنت والمساعد يا حيوان. فأنت ككابتن كيف تسمح أحد يخش عندك؟ بس كابتننا اليوم شوية كان مرتاح، ما أدري إيش أقول له، هي ثقة ولا مرتاح ولا قال بس هذا مني وفيني. عنده ولد عمره 15 سنة، طلب من طاقم الطيارة إنه يدخل لأبوه جوا عند قمرة القيادة، وأبوه وافق قال خلاص خلوه يدخل. وكانت الطيارة في وضع الآلي، وضع الطيران الآلي، بمعنى أنه وضع الطيران الآلي أنه أنت بعد ما تكون في الجو وخلاص عندك بيانات الرحلة، روت الرحلة كامل، مسار الرحلة، كل شيء، تبدأ تشغل الطيران الآلي اللي هو نص طيران، يعني الطيارة تقدر تتحكم فيها بس هو اللهم يثبت لك السرعة والارتفاع وأنت ماشي زي ما أنت. بس حبيبنا الطيار هذا انجن شوية، قال ليش ما أجلسه في مكاني وأنا أجلس وراه؟ معك 75 شخص في الطيارة وهذا ولدك الجحش عمره 15 سنة، ما تدرسه وتجيبه تجلسه على الكرسي. ألو 75 شخص ايش مجنون انت؟ وربي ما افتح الباب لأبويا ما اخليه يخش. واول ما جلس حبيبنا ملقوف فصل الطيارة الآلي. واول ما فصل الطيارة الآلي وبسبب طفل عمره 15 سنة الطيارة فقدت توازنها وصارت تنزل أقصى شيء على اليمين، وإذا الطيارة نازلة بأقصى سرعتها على تحت ومايلة يمين أكثر كمان صعب إنك ترجعها لوضعها الطبيعي. حتى لو إنك سحبت الثروتل وخففت السرعة لآخر شيء خلاص أنت كذا فقدت السيطرة. Газал. Какая скорость? Газ полный? Да скорость большая очень. Большая, да? Большая, конечно. Я включил. Да что, выходим, вправо. Вправо нос. Большая скорость, убери газы. Добро. Потихоньку плыви. ارتفاع 13800 قدم، هذا ارتفاع ابدا ما هو بسيط. تحطم الطيارة مستحيل انه في احد ينجو منه، 75 راكب كلهم في ذمة الله. بس للأسف هذا اللي صار. حاول الطاقم انه يستعيد الطيارة ويسيطر عليها قدر المستطاع،
ما في فايدة. الطيارة ما هي انت شفت الطيارة كيف نازلة كذا؟ الطيارة كذا يحاولوا يرفعوها، يا هو ارفع بدل، ما في فايدة، كلهم ازدد ولا واحد منهم بقي. يا الله، 75 شخص كانوا رايحين الى هونغ كونغ، رايحين رحله، في منهم اللي رايح يدرس، في منهم اللي رايح سياحه، في منهم اللي راجع لبيته من رحله. يا الطيار وحبيبنا هذا قتلهم وجايب ولدك مكانك وتبغاه يجلس كذا. والله زري، لو انا حضغط، لو في زر يفجر الطياره حضغط وافجرها. ولدك ابن الحلال وديه عنتاحه، وديه اي مكان ثاني، وخروا على الكرسي ذا. بس خلاص ما يبدي نوصلوا النصيحه، لانه اذا حل في ايدي امينه قد راح. يا الله والله العظيم حزنت يا الله، مع انه الطياره امن وسيله نقل يا عزيزي المتابع. انت متخيل انك تسافر في طياره امن لك من انك تسافر سياره؟ وربي دحين تغيرت نظرتي، وربي تغيرت. عشان كذا انا عرفت ليش ما رحت طيران، لاني اعتقد بدخل وافي معايا غرة القياده. حبيبي وي الركاب هي والمسكين هذا لسه باقي مسدوح هنا. ايش تسوي؟ قوم يا رجل. هنا اقدر اقول لكم ان احنا اليوم وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى ان الفيديو مره عجبكم، واذا ما كنت مشترك اشترك. ومعاكم اخوك عبد المحسن، ونقول لكم السلام عليكم. I love you.